السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت داخل الفيديو ده مستني انك تسمع عن الحشاشين بالمعنى المتعارف عليه حاليا، فيؤسفني اقولك ان الموضوع مش كده خالص. وكل اللي اقدر اوعدك بيه كمشاهد انك تعرف معلومات خطيرة ومشوقة جدا عن الجماعة اللي تسببت في رعب كبير لفترة طويلة للناس. جماعة الحشاشين واحدة من اكتر الجماعات اثارة للذعر في وقت امتد لما يقارب من 180 سنة. الناس حرفياً كانت بتترعب منهم، والسبب هي عقيدتهم القتالية، واللي تعتبر في الوقت ده عقيدة غريبة وغير متعارف عليها. وده لأن أعضائها كانوا مستعدين دايماً للموت في سبيل نجاح المهمة المكلفين بيها طبعاً. وعلى الرغم من أن الجماعة كانت بتعادي دول وجيوش وملوك وقضاة وحتى علماء، إلا أنهم كانوا دايماً أصحاب النصر في أي مواجهة بيدخلوها، وده بسبب ابتكارهم لأسلوب جديد في الحروب، وهو أسلوب الاغتيال. أهلا بيكم، أنا رحاب محمد. لو انتوا أول مرة بتشوفوا القناة ياريت تشتركوا فيها ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. في البداية كده تعالى أقول لكم إيه هو أصل تسمية الحشاشين. في الواقع كان في أكتر من تفسير لأصل تسمية الحشاشين. كتير من الدارسين قالوا إنها من إدمان فدائي الحركة على تعاطي الحشيش اللي بيمنحهم الثبات للقيام بعملياتهم الفدائية. إلا إن المفكر المصري محمد عثمان الخشت اللي أكد في كتابه حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي إن الحركة بريئة تماماً من تناول الحشيش المخدر، وإن سبب تسمية الحركة بالاسم ده زي ما قال الخشت بيرجع إلى مواقف الصمود اللي كانت بتقفها الحركة في مواجهة مختلف ضروب الحصار اللي كانت بتفرضها جيوش الخصوم عليها لمدة طويلة. الخشت قال كانوا دايما صامدين في قلاعهم حتى بعد نفاذ المؤن والأطعمة، وبيعتمدوا في غذائهم فقط على أكل الحشائش، وده كان سبب تسميتهم بالحشاشين. طيب، مين هو مؤسس حركة الحشاشين؟ أو من يكون الحسن الصباح؟ وإزاي أسس حركة الحشاشين؟ وإيه الأسلوب الجديد اللي اعتمد عليه؟ وإزاي بدأت حركته في الظهور على مسرح الأحداث التاريخية؟ ده اللي هنكتشفه مع بعض حالاً. تعالوا بينا نعرف نبذة مختصرة كده عن العقيدة اللي كان بيعتنقها الحسن الصباح، وإزاي يتحول من العقيدة الاثنى عشرية إلى العقيدة الإسماعيلية. كان في واحد اسمه جعفر الصادق، وده كان الإمام السادس للشيعة، وفي خلال حياته عهد بالإمامة إلى ابنه الأكبر إسماعيل، ولكن إسماعيل توفى في حياة أبوه، فاختلفوا الشيعة في تحديد الشخص الأحق بالإمامة. بعضهم قال إن على الإمامة إنها تتنقل لمحمد ابن إسماعيل، وبعضهم الآخر قال إنها تتنقل لابن آخر من أبناء الصادق وهو موسى الكاظم. على كل حال في الآخر جعفر الصادق أوصى بالإمامة بالفعل لموسى الكاظم اللي تولاها بعد ما توفى سنة 148 هجرية. ومن هنا ظهرت على مسرح التاريخ الشيعي الفرقتين، الإسماعيلية والإثنى عشرية. نرجع بقى الحسن الصباح اللي اتولد في مدينة قم الإيرانية، واختلف المؤرخين على التاريخ المظبوط لميلاده، ولكنهم رجحوا أخيراً سنة 428 هجرية. وقتها كانت وما زالت إلى الآن مدينة قم هي مركز أساسي للشيعة الاثنى عشرية. لغاية عمر 17 سنة كان الصباح على عقيدة أجداده اللي هي الاثنى عشرية. بعد كده قابل واحد اسمه عميرة زراب كان بيدعو إلى الإسماعيلية. بعد مناظرات ومحاورات عديدة معاه أقنعه عميرة، فتحول من عقيدة الاثنى عشرية إلى العقيدة الجديدة اللي هي عقيدة الإسماعيلية. وأقسم الصباح يمين الولاء للإمام الفاطمي، وكان عليه إنه يروح لمصر علشان يقدم نفسه في بلاط الخليفة. فضل حسن في مصر حوالي 3 سنين ما بين القاهرة واسكندرية. بعدها قيل بأنه اختلف مع أمير الجيوش بدر الدين الجمالي فسجنوا، وبعدين طردوا من مصر على متن مركب متجه لشمال أفريقيا، لكن المركب ده غرق في طريقه، ولكن حسن نجي ونقلوه لسوريا، وبعدها ساب سوريا ورحل لبغداد، ومنها رجع تاني لأصفهان. وعلى مدى 9 سنين بعد كده فضل حسن يمارس الدعوة واكتسب أنصار، وفضل يتحرك في السر بحذر بالغ، حتى إنه هو وجماعته
دعوا مؤذن في أصفهان علشان يدخل في عقيدتهم، ولما رفض قتلوه علشان ما يكشفش أمرهم. بعد كده السلطات السلجوقية بدأت تفهم خطرهم، وإنهم مش مجرد جماعة عقائدية وبس، وإنهم كمان ناويين يتوسعوا، وده سبب خطر على استقرار وأمن السلطة. لما طلعت أوامر بمطاردة حسن الصباح فكر إنه يجيب حصن منيع يحتمي فيه هو وأنصاره. اتجهت عينه شمالاً لمنطقة دلم أو دايلم، وكان لاختياره ده سببين. السبب الأول إن معظم سكان دلم شيعة، يعني أكتر استعداد من غيرهم لتقبل الإسماعيلية، وكمان دول أقوياء جدا وما بيحبوش السلطات السنية. والسبب التاني بيتعلق بطبيعة المنطقة الجغرافية، لأنها كانت منطقة وعرة والطرق فيها صعبة المسالك، وفيها قلاع وحصون كتير بيصعب اقتحامها. كانت قلعة ألموت أقوى قلاع المنطقة، وكان الحسن بعد دراسة متأنية قرر الحصول عليها. يومها كانت تحت رعاية وضمان واحد اسمه شرشفاه الجعفري، وكان حاطط نائب ليه من العلويين. وهنا استخدم الحسن أسلوبه الجديد، كان بيبعت رجاله في المنطقة واستطاعوا وقتها جذب مزيد من الأنصار. مش بس كده، دول كمان عرفوا يأثروا على صاحب القلعة نفسه. لما الناس صدقته بفضل قدرته على الإقناع وإظهاره للزهد والتقوى، دخل يومها على العلوي في القلعة وقال له اطلع من القلعة دي. ابتسم ساعتها العلوي وظن إن الصباح بيهزر معاه، لكن الصباح أمر أصحابه بإخراجه، وده بعد ما دفع له تمن القلعة، واللي تقدر وقتها حسب بعض المصادر ب3000 دينار ذهبي. ناس كتير قالوا إن قلعة ألموت دي كانت معقل تاريخي للحشاشين، وإن فيها حدائق تشبه الجنة بناها الصباح علشان يأثر في رجالته ويتحكم فيهم. بس أغلب الكتابات نفت الكلام ده، عشان مناخ المنطقة كان شديد البرودة، وكانت التلج بيتساقط فيه لأكتر من 6 شهور في السنة الواحدة. طبعا خبر استيلاء الصباح على القلعة ده مش هيعدي كده ولا هيمر مرور الكرام. لما وصل الخبر للسلطان السلجوقي ملكي شاه ووزيره نظام الدين، فهموا خطورة الوضع وقرروا يدخلوا في مفاوضات سلمية مع الصباح، ولو رفض التخلي عن القلعة يعلنوا الحرب عليه. بس الحسن قدر بجواب دبلوماسي كده إنه يهدي الموضوع، وأعلن عن طاعته ليهم، بس فضل يواصل جهوده لنشر دعوته لحد ما سيطر على إقليم اسمه رودبور واكتسب ولاء سكانه. ده بقى اللي السلطان ما قدرش يستحمله، فقرر يحاصر القلعة، بس مات بعدها. فقرر قائد حملته يفك الحصار ويرجع مكان ما جه. قبل وفاة السلطان ملكي شاه كان التاريخ سجل بداية اغتيالات الحركة على المستوى الكبير باغتيال الوزير نظام الدين. في رمضان سنة 1092 ميلادية كان الوزير في نهاوند رايح خيمة حرمه، راح عليه واحد من حركة الحشاشين في هيئة مستغيث، وبعد ما استكان ليه ضربه بسكين لحد ما قتله، وبعدين هرب فمسكوه وقتلوه. كان ده هو الأسلوب اللي اعتمدته الحركة بعد كده على مدى تاريخ طويل من الصراع مع الخصوم. بنقصد هنا العمليات الفدائية الانتقائية طبعا، اللي كانت بتنتهي في الغالب بقتل منفذيها، بدل ما تدخل مع الخصوم بقى في مواجهة عسكرية مباشرة. الصباح كان بيدعو الناس للفكر الإسماعيلي اللي هو كان بيعبر عن الصواب من وجهة نظره، ومن ناحية تانية كان بيستخدم الرعب كسلاح ضد أعداء حركته. حركة الحشاشين كانت صغيرة، بس قدرت تبث الرعب في قلوب أعدائها الأقوياء اللي كانوا وقتها بيتمثلوا في الدولة السلجوقية والدولة العباسية، يعني واحد بيعادي دولتين كبار. ده كان إنجاز صعب، بس الحسن كان عنده عقل ذكي، كان بينظم الحركة تنظيم دقيق، وكان بيختار رجال مخلصين لعقيدته من أهل المناطق الجبلية والصحراوية. طبعا بيتميزوا بالصلابة والقوة والنشأة على عداوة السلطات كمان السنية، وكان بيعلمهم الجهاد والتضحية، وكان بيدربهم على القتال واستخدام الخناجر، وكمان كان بيعلمهم إزاي يتخفوا ويتقمصوا الشخصيات المختلفة. بعد بقى ما كان بيجهزهم كده كويس جدا، كان بيشرح لهم خطة العملية اللي هيعملوها. في الغالب كانت العملية دي عبارة عن اغتيال شخصية مهمة،
بس كان بيحصل في مكان عام وبمرأة من الناس، وده طبعا علشان يخوف الناس منه ويخليهم خايفين. الأماكن اللي كان بيختارها الصباح للاغتيالات دي كانت زي الجوامع مثلا في يوم الجمعة، أو في موكب كبير وسط الحرس والجنود، أو في السوق، أو حتى في مقر الحكم. كان الفدائيين بيلبسوا أحيانا هدوم ستات، وأحيانا تاني هدوم عساكر، بس في الغالب بيلبسوا زي الصوفيين أو الدراويش عشان الحرس ما يتوقعش منهم أي شر أو أذية. في تاريخ الحركة دي بنلاقي حوادث اغتيالات كان الفدائي بيدخل في خدمة الضحية لحد ما تثق فيه، وبعدين بيستغل الفرصة المناسبة لقتلها. مثلا كان الفدائي بيحضر دروس عالم دين لو استهدف كضحية، وكان بيظهر ذكاء وحب للتعلم، وبيلحق بالضحية لحد ما ينال ثقته، وبعدين يخلص عليه. في الغالب كانت الشخصيات المستهدفة دول بتتربع على قمة المجتمع السياسي والعسكري والعلمي. الحشاشين تمكنوا من اغتيال الخليفة العباسي المسترشد بالله، ومن بعده الخليفة الراشد. كمان اغتالوا الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله، وملك بيت المقدس الثالث عشر، بالإضافة للعدة من القادة العسكريين والأمراء والسلاطين والوزراء. الحشاشين كمان اغتالوا علماء ومفكرين وقضاة كانوا ضد دعوتهم، وكمان اغتالوا اللي ارتد عن دعوتهم بعد ما دخل فيها، وكمان بعض أصحاب القلاع اللي رفضوا يسلموهم القلاع دي أو يبيعوها لهم. كانت العمليات دي بتستهدف القضاء على رموز الشر في العالم على حسب الحشاشين، بس أكتر جوانب الإثارة فيها زي ما قلنا قبل كده كانت شجاعة الفدائيين وإقدامهم العجيب على طلب الموت. الحقيقة في ناس قالوا إن الإمام كان بيمارس سيطرته وتأثيره على الفدائيين عن طريق تخديرهم بمخدر الحشيش وإغرائهم بالنساء والأكل والشرب، بس أغلب المراجع التاريخية نفت الكلام ده. عموماً المفكر المصري محمد عثمان الخش قال في كتابه إن تفسير حب إقدام فدائي حركة الحشاشين على الموت على نحو عجيب زي ما شفنا بيتمثل في إن الفكر كان موجه أساسي للسلوك. الموقف اللي بينطلق منه الفدائي في الحركة هو القلق والشعور بالخيبة ناحية الواقع اللي بيلاقي نفسه فيه، بيبقى حاسس إن العالم ده قد إيه هو وحش وشرير، وبعدين بيبدأ يرفض الوضعية دي، فيقوم الإمام باستغلال ده لغاية ما الفدائي يسلم له نفسه تماماً ويقنعه بإن عالم الخلود هو الأفضل ليه، وإن موته هيحرر العالم من أشراره، وكمان هيحرره هو نفسه من سجن العالم ده. أما بقى عن نهاية الحشاشين في بلاد فارس، فعلى مدى 180 سنة حكم الحشاشين 8 أشخاص من الحسن الصباح لحد ركن الدين خرشاه، وده كان آخر واحد حكمهم، وحكم سنة واحدة بس، خلصت سنة 1256 ميلادية، وبكده انتهت الحركة في بلاد فارس. النهاية بتاعته كانت في مواجهة مع جيوش المغول بقيادة هولاكو. الحشاشين حاولوا يتصدوا لهم وعرضوا عليهم الصلح، بس مفيش فايدة. في الآخر وفي أواخر سنة 1256 استسلم ركن الدين مقابل سلامة الإسماعيليين، وأمر أتباعه بالنزول من القلاع. بعدين المغول قتلوا ركن الدين وهدموا قلعة إلموت، وبعدين جمعوا عدد كبير من الإسماعيليين بحجة إحصائهم وقتلوهم كلهم. القلاع التانية اشتبكت معاهم وقتل أغلبيتهم، وبكده انتهت الحركة تماما في بلاد فارس. أما بقى الحشاشين في بلاد الشام، فنسيت أقول لكم إن مؤسس الحركة الحسن الصباح وقت ما كان لسه عايش بعض من أتباعه مشوا على الشام عشان ينشروا الدعوة هناك، واستقروا واستطاعوا إنهم يحصلوا على عدة قلاع في الشام، وكان في عداوة بينهم وبين صلاح الدين الأيوبي، وحاولوا إنهم يقتلوه مرتين قبل ما يتعاونوا مع بعض عشان يغتالوا ملك بيت المقدس. بعد اللي حصل للحشاشين في بلاد فارس على يد المغول، حاولوا في الشام يكسبوا ثقة السلطان الظاهر بيبرس علشان يتصدوا للتهديد المغولي، بس بيبرس ما سمحش باستمرار الحركة في قلب الشام، فأمر سنة 1265 بجمع الضرائب والرسوم منهم،
واللي بالطبع ما قدروش إنهم يرفضوا. بعدها وبسرعة أصبح الظاهر بيبرس هو اللي بيعين رؤساء الحشاشين بعد نهاية إلموت، وبقى رئيس الحشاشين مجرد ممثل كده لبيبرس لحد ما خلص كل ده سنة 1273، وبكده انتهت حركة الحشاشين. الخلاصة، الحشاشين حكموا بلاد فارس والشام لمدة 180 سنة تقريبا. في بلاد فارس انتهت الحركة على إيد المغول سنة 1256، وفي الشام انتهت الحركة على إيد الظاهر بيبرس سنة 1273. بكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة اللي كانت دسمة بالمعلومات التاريخية، جمعتها لكم من أكتر من مصدر واشتغلت عليها كتير عشان أقدر أوصلها لكم بسهولة. يا رب أكون قدرت أفيدكم، وأتمنى إن الفيديو يكون نال إعجابكم. ولو انتوا وصلتوا لحد هنا شكرا جدا إنكم لسه متابعين الفيديو. كنت معاكم رحاب محمد، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.